مرحبا بكم مرة أخرى في هذا الفيديو الجديد المليء الأخبار الدولية الجديدة. استمتعوا بالمشاهدة وسنعود في نهاية الفيديو للنقاش والتعليق. متابعي قناة النهار، أهلا بكم مشاهدينا إلى عدد جديد من برنامج تساؤلات. خلال عدد اليوم مشاهدينا سنتطرق بالتحليل والنقاش لتطورات القضية الصحراوية في ظل مناورات نظام المخزن. مظاهرة حاشدة للشعب الصحراوي تطالب بحل أممي عادل للقضية الصحراوية. هذه المظاهرات التي انطلقت بالأمس وما تزال متواصلة للمطالبة بحل أممي عادل للقضية الصحراوية. لماذا يحاول نظام المخزن تغطية عجزه الداخلي بتوجيه الأنظار نحو القضية الصحراوية؟ وفي محاولة فاشلة لقلب المعادلة القانونية حول الصحراء الغربية، المخزن يروج للأكاذيب. فساد وبيع للذمم. مملكة الحشيش تتحول لدولة وظيفية تخدم أجندات أسيادها. نقاط أخرى مشاهدينا نناقشها في عدد اليوم من برنامج تساؤلات، ونسعد باستضافة كل من السيد سعيد العياشي رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي. مساء الخير وشكرا لك على تلبية الدعوة. شكرا للاستضافة. شكرا جزيلا لك. كذلك نسعد باستضافة الأستاذ حسام حمزة أستاذ العلاقات الدولية بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية. مساء الخير أستاذ وشكرا لك كذلك على تلبية الدعوة. مساء النور سيدة مجدة، مرحبا. قبل أن نستهل النقاش ضيوفنا نتابع وإياكم التقرير التالي: من الموافقة على الحق المشروع في تقرير المصير إلى المراوغة بفكرة الحكم الذاتي غير المشروع، ينتقل الاستفتاء في الصحراء الغربية من خيار متفق عليه في زمن الحسن الثاني إلى حق مسلوب في زمن نجله. متابعة في الموضوع في سياق تقرير أمينة قبي، ومن ثم نفتح النقاش حول هذا الملف. لا للحكم الذاتي، لا لتقسيم الخيرات، لا نتخلاو عن شباب منها واحد. أرضنا لنا لا لغيرنا، لكل الوطن أو الشهادة. الشعب الصحراوي قال كلمته: لا بديل لا بديل عن تقرير المصير. لا بديل لا بديل عن تقرير المصير. كلمة على صداها من مخيمات اللاجئين الصحراويين لترعب المحتل المخزني وتمنعه من تحقيق مشروع الحكم الذاتي بشروطه الاستعمارية. لا للحكم الذاتي. صوت هؤلاء يضم إلى آلاف الصحراويين الذين عبروا عن رفضهم لهذا المحتل أينما كانوا وأينما وجدوا. احنا لاجئين وندوروا ارضنا، لا للحكم الذاتي، لا لتقسيم الخيرات، لا لتقسيم الخيرات، لا لتقسيم الارض، نعم للشرعيه الدوليه. نبغى الجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه، ونبغى لا باش محرين وفان بنادقنا، ما نبغوش بالدنكيس ولا نبغوش بفيتوت ولا نبغوه بالكذب. الشعب الصحراوي رفض الرضوخ جملة وتفصيلا لمسودة القرار الأمريكي الذي يقر بحكم ذاتي للمغرب على الأراضي الصحراوية وما تنادي به المملكة وشرعياتها المزعومة، وهو المطلب الذي أعادت تأكيده جبهة البوليساريو برفضها القاطع لأي مشروع أو مقترح يهدف إلى حرمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والسيادة الكاملة على وطنه. علينا رانا ما راجعين عن نحرر وطننا، رانا ما راجعين عن نحرر وطننا، ونقولوها للعلم ونقولوها للطرام ونقولوها لذاك اللي كامل. مرفوض الحكم، مرفوض 100%، ولا ندور معه الشعب الصحراوي والاستقلال حر نزيه. رغم مراوغات ومناورات المخزن المغربية ومحاولاته طمس الحق الصحراوي والتملص من الشرعية الدولية، تواصل دول عربية إفريقية وغربية دعمها التام واللامشروط لنصرة القضية الصحراوية، في الوقت الذي يرى مراقبون أن تمسك الصحراويين بالكفاح والنضال سيكون بالنهاية المخرج لنيل الحرية والاستقلال. الشعب الصحراوي قرر مصيره، وإلى مرينا الاستغلال انظروا الاستشهاد. والسلام عليكم. مظاهرة حاشدة للشعب الصحراوي تطالب بحل أممي عادل للقضية الصحراوية. لماذا يحاول المخزن تغطية عجزه الداخلي بتوجيه الأنظار نحو القضية الصحراوية؟ أستاذ سعيد العياشي، تابعت على مدار الأسابيع الماضية المناورات المخزنية الآن فيما يتعلق بملف القضية الصحراوية. في اعتقادك السيد سعيد العياشي، لماذا في هذا التوقيت بالذات المغرب يحاول التنصل من القواعد القانونية من جهة، يناور بملف القضية الصحراوية، وهذا نقدر نقول بطريقة أو بأخرى على الاحتماء بحلفائه أو حتى شركائه؟ طبعا هذا شيء واضح أن المغرب منذ عقود، ليس منذ أيام أو شهور قليلة، منذ عقود هو يسعى للتولي على إقليم الصحراء الغربية بأي صفة. ولكن كان القانون الدولي واضح كل الوضوح فيما يخص قضية الصحراء الغربية، بأن يعترف للشعب الصحراوي حقه في يعبر على اختياره فيما يخص مصيره عبر استفتاء تقرير المصير، وهذا قانون دولي راسخ ما فيه ما قابل لا تغيير ولا تصرف. وبالتالي المغرب يسعى منذ عقود هو كيف يتفادى هذا القانون الدولي اللي هو يحكم عليه، وحكموا عليه عدة محافل قضائية في العالم، مجلس القضاء الدولي أو المجلس الأوروبي أو المجلس الإفريقي، أو كلهم يقولوا باللي إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية إقليمين منفصلين تماما. وبالتالي المغرب كان يسعى إلى يومنا هذا باللي
يتفادى القانون الدولي باش ينجم يفرض الاقتراح نتاعو تاع التسيير الذاتي، اللي في الحقيقه هو التسيير الذاتي غير قانونيا غير مقبول، لان يمنح التسيير الذاتي لاقليم غير داخل الحدود نتاعو المعترف بها دوليا. هذه من جهه، ومن جهه اخرى كما مرحبا بكم مره اخرى في هذا الفيديو الجديد المليء الاخبار الدوليه الجديده. استمتعوا بالمشاهده وسنعود في نهايه الفيديو للنقاش والتعليق. من القالب القانوني نتاعو اللي هو ليس في صالحه، ويجعله كخصام مع الجزائر دولة جار وبمشاكل جوار كذلك، ويبقى هكا يتفادى القانون الدولي. هذا ما يسعى فيه. سنتحدث سيد سعيد العياشي في محاولة خلق هذا الخلاف حول ملف الصحراء الغربية، مع العلم أنه اليوم الخلاف ما بين الجزائر وما بين المغرب بعيد كل البعد طبعاً عن هذه القضية، هو يحاول الترويج لكل هذه الأكاذيب. تفضل السيد العياشي. من وقع توقيف القتال مع المغرب؟ هي جبهة البوليزاريو. مع من تفاوض المغرب عدة سنين هو مع جبهة البوليزاريو. شكون هما الأطراف اللي راهم بصفة واضحة معينين من طرف الأمم المتحدة؟ جبهة البوليزاريو والمغرب، وبالتالي الجزائر ما عندها لا نجار ولا جمل في هذا الوقت. طيب، تلتحق بنا الآن سيدة نانا لبات رشيد مستشارة الرئيس الصحراوي. مساء الخير سيدة نانا. أهلا، مساء النور أستاذة مجد. سيدة نانا، في اعتقادك لماذا اليوم المخزن، وكل مرة يعني تعودنا على هذه الخرجات والترويج لكل هذه الأكاذيب وحتى المماطلات في ملف القضية الصحراوية التي تعتبر من بين القضايا اليوم على مستوى مجلس الأمن، لكن في هذا التوقيت بالتحديد نجد حتى أن هذه الهيئة الأممية أصبحت لا تدير هذا الملف كما يجب. في اعتقادك ما هي المآلات وحتى السيناريوهات المتوقعة في ملف القضية الصحراوية في ظل هذه المناورة المخزنية أكيد هي مكشوفة وفاشلة في نفس التوقيت؟ في البداية دعيني أحيي من خلالكم صديق الشعب الصحراوي الدكتور سعيد العياشي لمرافعته وكل الشعب الجزائري دائما عن القضية الصحراوية وعن شعبها. الاحتلال المغربي هو احتلال، امتداد للقوى الاستعمارية، وما من احتلال يكسب لديه شرعية. لذلك وكل ما هو غير شرعي يقوم دائما على التضليل وعلى المخاتلة وعلى تزوير الحقائق. هذا هو ديدن الاحتلال المغربي. الاحتلال المغربي يحتل الصحراء منذ 50 سنة، همه ابتلاع الشعب الصحراوي ونهب الثروات الصحراوية وإفراغ مشاكله الداخلية وإبعاد الجيش والنخب عن القصر وعن الحالة السياسية دائما التي يعيشها دائما القصر والسلطة في المغرب، بإشغالهم بالقضية الصحراوية. بالتالي كل هذه المناورات استمرار لمناورات عديدة وحرب أيضا عسكرية كانت استمرت لأكثر من 16 سنة، توقفت ثم استؤنفت من جديد، كلها محطات يخوضها الاحتلال من عمر القضية الصحراوية، يخوضها الاحتلال المغربي بالمناورة والتدريس والتضليل، ويخوضها الشعب الصحراوي بالكفاح والاستمرارية والصمود. يعني الاحتلال المغربي هو امتداد للقوى الاستعمارية التي عرفها العالم، والشعب الصحراوي أيضا هو نسخة طبق الأصل من الشعوب التواقة للحرية والمستميتة في الدفاع عن حقها، التي أيضا حققت في النهاية مطالبها ومنالها. ونحن على أعتاب، أو الشعب الجزائري على أعتاب الاحتفالات بالفاتح من نوفمبر، الثورة التي ألهمت الشعوب، وما تجربة الشعب الجزائري في كفاحه المرير من أجل استقلاله وحريته، ببعيد عن تجربة الشعب الصحراوي التي يستفيد منها كل هذه الثوار. مآلات أي سيناريو يأخذه الاحتلال المغربي لإطباق احتلاله وابتلاع القضية الصحراوية مآلاتها الفشل، لأن الضامن للانتصار هو الشعب الصحراوي، وأنتم